بص، هو الموضوع بسيط. انت ما تقارنش نفسك بيا، بس انا اقلل من اي حاجة تخليك تفرح لو حتى يومين. لو انا مش الطرف الفايز يبقى البطولة دي ملهاش قيمة، والكاس بتاعها والفوز بيه ملوش قيمة، والكاس بتاع البطولة دي صفيح. طب لو أنا مشاركتش أصلا من البداية تبقى البطولة بدون قيمة، والفايز بيها بدون قيمة، وتبقى بطولة شرفية. ولو طلعت من الأدوار التمهيدية، أصل أنا عندي بطولة قوية وكنت بريح اللعيبة الأساسية عشان البطولة قوية، والبطولة دي برضه بدون قيمة. وكمان كنت بلعب بالناشئين عشان البطولة دي ملهاش قيمة، وأنا عندي بطولة قارية وعندي بطولة أقوى. ده كله عشان طلعت من الأدوار التمهيدية. فأنت بيتقلل منك وبيتقلل من نجاح أنت بتحققه. طب لو ظهر منافس جديد على الساحة محدش هياخد باله منه أصلا، حتى لو حقق دور الأبطال اللي هو الأقوى في القارة زي ما أنت بتقول. طيب لو هو وفي الأدوار التمهيدية بتلاقي كل القنوات عندها استوديو تحليلي، كل القنوات متابعة المباريات بتاعته حتى لو مبارياته مش معروضة. هو أنت لسه بتسأل أنت مش ظاهر ليه؟ الإجابة بسيطة، أنت مش بتمثلها، أما هو بيمثل 100 مليون.